السلام عليكم. حلقة جديدة جينا باش نحكيو فيها على النادي الافريقي واخر الاخبار في الفترة هذه، خاصة انه فما جديد فيما يخص القطب المالي الاقتصادي في النادي الافريقي. وديما نحكيو على المال، هي قوام الاعمال. من الاخر راك ما تنجمش تحكي على فريق طونك انت ما عندكش فلوس باش نجم تعمل انتدابات، باش تعمل خريطة طريق، باش تجيب مدرب مستوى عالي، باش تجيب لاعبين مستوى عالي، باش تخلص لي سالير نتاعك نتاع الملاعبيه لونترونور. معناها من الاخر راهو الفلوس. اليوم النادي الافريقي نحكيو على ما فماش مستشهر، معناها الامريكي اللي حط 30 مليار. ما فماش رجل اعمال لاباس عليه شاد الفريق، اللي شاد فريق نعرفوه الناس كل طبيب. دونك هما ارتئوا انه لازم يطوروا في القطب المالي من اجل دعم خزينة النادي، لانه هذيك هي فهموا اللي كونه راو لي زوبجيكتيف راو مع الجمهور متاع الفريق. لازمك تستثمر في الجمهور متاعك. اليوم صارت ندوة صحفية كان حضر فيها عبد الوهاب بالحاج المراسل متاع موزايك. نخليكم تسمعوا اهم التفاصيل بخصوص معناها اللقاء هذايا، وبعد نرجع نتفاعلوا مع بعضنا في الموضوع. اول ما بدات المداخله احمد تحدث احد اعضاء القطب الاستراتيجي على المداخيل نتاع البوتيك نتاع مغازه النادي الافريقي. البوتيك اللي تحدث على اعطانا رقم انه في الخمس سنوات الفارطه سجلت مداخيل ما قيمته 21 مليار. الهدف انه المداخيل سنويا باش تصير في حدود 17 مليار، يعني 3 مرات المداخيل نتاع السنه الفارطه 2025 2026 اللي كان 6 مليارات. دونك الهدف باش تكون مداخيل في حدود 17 مليار. عرج كذلك على بوتيك نتاع العوينه اللي قال انه سينطلق فعليا الاسبوع القادم. ثم تفكير ايضا في بعث مغازه جديده في ريانا وعديد المناطق الاخرى باش يقرب منتوجات النادي الافريقي. انت تتكلم عبد الوهاب والناس تابع فينا على سبور باي موزايك كافيه، نجموا نشوفوا الفيديو الخاصه بتقديم القميص جديد للنادي الافريقي. يمكن سبقتك شويه لكن هذيك هي الفيديو يسري في الاخراج الرقمي اصر كوني تتعدى حتى وانت تتكلم. هاكا الكشف عن قميص النادي الافريقي في زوز الوان، الالوان كلاسيك نتاع العاده الاحمر والابيض وبالعرض كيما عملناه محمد بالعرض زاد عملناه ولا محمد اي بالعرض، والمريول الجري زاد كيف واصل عبد الوهاب. اكيد ابرز محور في الندوه الصحفيه هذه واللي حبت معناها ما اعلنوش عليه في الندوه الصحفيه انه اكتشفناه انه عرض قميص النادي الافريقي الحقيقه زوج اخمده، واحد رمادي واحد باهي. قبل ما نواصلوا نقعدوا نسمعوا بعضنا شنو اللي تقال معنا في موزايك، خلينا نعلق على نقطة بالنسبة لي أنا اعتبرتها مهمة جدا، هي حكاية الفلوس والمداخيل المالية. لأنه هذيك أهم شيء. تونك كما قلت راك ما عندكش سبالة متاع فلوس، كي تبدا عندك سبالة متاع فلوس تجيب جوارات بالمليارات، تتردم لاعبين بالمليارات، تعمل ايش تحب، ما يدبر عليك حتى واحد. لكن توا الحاجة اللي أنا يمكن عجبتني وكنت حتى نطالب بها من قبل، هو لازم يكون فما فلوس متاع النادي الافريقي، خاصة تكون معناها من المداخيل متاع الجماهير اللي انت توفر للجمهور برودوي، يكون برودوي محترم وباهي باش تكون العائدات متاعه للنادي. مشاكل متاع النادي الافريقي يجيك واحد مثلا، ولا شفت برشا منهم من الكابون مثلا، يجيك من نابل من الحمامات. هذه نعطيك في بلايص قريبه راهو. معناها انا كان جي علاش انا حكيت على هذا، ما حكيتش انا على الجنوب التونسي اللي معناها بعيد، معناها بالسوايع 8 و6 سوايع. راهو عطيت اكزامبل بسيط معناها يحير في كونه باش يمشي يشري مريول، يقول لك انا نبعد على العاصمه ساعتين، كيفاش انا باش نمشي نشري مريول؟ علاش ما فماش بوتيك تكون موجوده مثلا في الكابون، تكون موجوده في الحمامات، في نابل، في قليبيا، في اي بلاصه معناها قريبه غاديكا، وما ينجم يمشي ياخذ البرودوي نتاعو. ما بالك انا نحكي على الناس اللي متواجده في الجنوب التونسي اللي هما معناها نعرفوا الناس الكل، معناها فما برشا احباء غاديكا وناس تقول لك انا باش نعمل 8 سوايع يعني باش نجيب مريول. علاش معناها علاش تعبى ذا الكل؟ لذلك انا نعتبرها نقطه مهمه وتقرب التوانسه وتقرب الناس وتقرب العباد. على الاقل كي نهار يشري برودوي اوفيسيال،
نعرفوا اللي فما دي برودوي معناها مقلدين، نعرفوا اللي كانت فما مشاكل على مستوى الاستراتيجية، نعرفوا اللي كانت فما معناها حاجات الحقيقة معناها ماهيش متاع نادي في قيمة النادي الافريقي. من ناحية انا كي نجي نحط مثلا نحط علامة تجارية معينة ونحط كاليتي متاع مريول معناها برودوي يكون خايب الناس ما تشريهش، لكن بالاستراتيجية هذه يولي شنو لي زوبجيكتيف معناها يقول لك انا في 5 سنين دخلت 21 مليار. 21 مليار شويه بارابور انا كي نجي نحسب انا قداش باش نلقى مدخل 4.5 5 مليار. حكايه فارغه معناها حكايه فارغه. لازمني انا نقول لك الشيفر نوصل 17 مليار في العام. كيفاش نوصل 17 مليار في العام؟ لازمني يكونوا عندي معناها قطب مالي يكون معناها عامل دراسة شاملة ويكون فما نقاط متاع بيع مثلا كما يحكي على البوتيك متاع العوينة جمعة أخرى معناها تتحل بوتيك هذا، فما بوتيك أخرى قاعدة تحضر باش تكون معناها في أريانا، في انتظار إنه زاد فما 3 بوتيكات أخرين باش تحل في مختلف المناطق التونسية. خاصة معناها الأخبار اللي عندي توا تقول إنه واحدة باش تكون معناها جهة الكابون معناها جهة الساحل، وفما واحدة باش تكون معناها قريبة للوسط، وفما واحدة باش تكون في الجنوب التونسي معناها تكون قريبة إن شاء الله الجربة وتطاوين والمتلوي وشيرة وقفصة معناها الشيرات هذيكم اللي نعرفوهم معناها فيهم أحباء متاع النادي الإفريقي. دونك هنا معناها هذايا معناها الموضوع هذا نكملوا نسمعوا مع بعضنا شنو قد قال ونراجعوا نتفاعلوا مع بعضنا في الموضوع. الالوان العاديه كنا نحكيوا على المنوال الاقتصادي احمد اللي يهدف في معناها في افق 2029 بلوغ 30 مليار من 2030 دونك 30 مليار نعطيو الرقم هذا انه فما افق تاع في معناها تاع نقطه حبي فما نقطة شقاع الكشف عليها توا ربما نحن سبقنا ندوة صحفية وخذيناها مع أحد الأعضاء إنه باش يصير بعد ربما اليوم باش يصير تطبيقة جديدة اسمها باسبور، هذه باش تسهل المعاملات نتاع الجماهير نتاع النادي الافريقي على شاكلة الأول فور وان. أول فور وان هو اللي ضخ موارد مالية وضخ مساهمات، لكن التطبيق هذه الباسبور هي تمكن جمهور النادي الافريقي من الدخول إليها واقتناء عديد المنتوجات حتى من مغازات على اختلاف بالنادي الافريقي مع تخفيضات ومع امتيازات كبيره. دونك الباسبور هذه معناها هذه التطبيقه الجديده اللي باش تشوف النور اليوم وش تكون معناها متاحه للجمهور النادي الافريقي على عديد المنصات جوجل على عديد المنصات تمكن انه الجمهور النادي الافريقي يقترب اكثر من النادي، يقترب اكثر من المنتوج الاقتصادي مع تخفيضات مع نسبة أرباح زادة باش ترجع للنادي الافريقي. دونك هذوما المحاور الكبيرة ما أكيد هذا مع كشف قميص النادي الافريقي وكما حكينا مع البوتيك ومع وقت بتاع معناها باش يتم فتح مغاز العوينة. لعل هذوما أبرز المحاور اللي جات في الندوة الصحفية اللي مازالت متواصلة. قلنا نحن حتى حكينا على تطبيق باسبور معناها خليناها قبل ما يتم الكشف عليها باش نمدوا بها جمهور. كما كنا نسمع تقريبا معناها حكي على زوز نقاط مهمين برشا. هو الساعة والحاجة التقديم الرسمي لمريول النادي الافريقي اللي باش يكون معناها هذاك من جوانب انه باش يدخل فلوس معناها للنادي وقت اللي تبيع معناها لي برودوي نتاعك مع لي زوبجيكتيف بالنسبة للرياضية بتبيع، خاطر ديما راهو الشيء معناها هذا اللي نحكيو فيه معناها على مستوى الكلام متاع 30 مليار في العام و17 مليار معناها كمداخيل متاع مغازة كهورة، وهذا يجي وقت اللي زاد الأهداف الرياضية تتحقق. معناها أنت يقول لك الجمهور شنية عمل لي نتائج إيجابية باهية وأنا أتو نتكفل بالباقي ونمشي نشري البرودوي متاعي. لذلك اليوم كي نحكيو على المريول الجديد اللي كان أطلقه النادي الافريقي هو بادرة باهية باش يتباع معناها في الأسواق، وتقريبا معناها فما حتى 3000 مريول في الوقت الحالي وفرته المزود الرسمي جديد النادي الافريقي في انتظار بقيه البرودويات واللي اكيد باش تكون معناها مداخيل هامه للفريق في بدايه الموسم هذايا. في نفس الوقت زاد حكيو على تطبيقه اللي هي تعتبر معناها مهمه، نحكيو هنا ابليكاسيون موبيل هذه معناها فيها مجموعه من العروض يوصل حتى الخصم 10 و20% معناها تعتبر حاجه باهيه. انا باش نعطيكم بعض الحاجات معناها اللي كنت سمعتها ومعناها عرفتها قبل حتى ما توصل تهبط معناها حتى في السيت اوفيسيال حتى في موزايك هنا ما حكيوش عليها النقطه هذه. هو انه
النادي الافريقي مثلا انت باش تمشي تشري برودوي مثال مش ما عنده حتى علاقه، مثلا باش تمشي تشري تلفزه بار اكزومبل، تمشي تشري تلفزه تدخل من الابليكاسيون نتاع الكلوب افريكان هذه اسمها باسبور، راك باش تلقاها 20% اقل 20% بارابور معناها البقيه البلايص الاخرين يتباعوا فيها، حتى مثلا من بلاصتها باش تمشي تشريها من بلاصتها باش تلقاها مثال نقولوا احنا بار اكزومبل بمليون باش تشري تلفزه، كي باش تمشي تشريها من التطبيق نتاع النادي الافريقي باش تمشي تشريها ب 800 دينار، دونك هنا انت تلقى روحك رابح 200 دينار. دونك هذه معناها لي زافونتاج اللي موجودين توا حاليا معناها عملتهم اداره النادي الافريقي. ولهنا راهو ما نجموا كان نحيوا الناس هذيا خاطر قاعده تخدم في خدمه، راهي مانيش نحكي انا على كونه اليوم باش يدخل 20 ولا 100، لكن احنا نحكيو بارابور قبل شنو كنتوا توا شنو انت الاهداف نتاعك وشنو اللي قاعد تطمح له، راهو نجم يكون كان حاجات ايجابيه. ما يهمنيش راهو في النجاح هذاك من بعد دخلت 100 مليار دخلت 200 مليار، راهو ذاك توفيق من عند ربي، وكل ربي معناها شنو مكتب معناها باش تدخل. لكن انا نحكي على انت اهداف، فرق ما بين تجي فلوس للنادي وناس تجي معناها تمشيها فيما لا يعني وسوء تصرف وتدخلها بعضها وتمشي بها في حاجات معناها ما عندها حتى علاقه، وفما فرق ما بين تجي ناس تخدم النادي وتوفر سيوله ماليه. علاش انا الاداره هذه بالنسبه لي معناها الترابلسي ولا معاه مهدي ميلاد ولا اللي موجودين معناها معناها ناس قاعده تخدم من اجل توفير موارد ماليه، من اجل انجاح مشروع في النادي الافريقي، من اجل انه يقعد الفريق ويقف على ساقيه وما يرجعش لك السنوات الظليمه ذاكم، سنوات الضياع ذاكم اللي كل مره هاو ديون هاي خطايا وفلان يسال وفلتان يسال. دونك معناها حاجات كيما هذه الحقيقه تفرح جمهور النادي الافريقي، خاصه انه يقول لك اليوم انا وصلت لي سوبجيكتيف نتاعي به. دونك هذه فيما يخص الامور الرياضيه، وهذه بالنسبه لحلقه اليوم اخر اخبار النادي الافريقي. في انتظار معناها نمشيو اكثر امور فنيه وتكتيكيه، بما انه غدوه ان شاء الله الجمعه وباش تكون نهارين اخرين المقابله ان شاء الله نهار الاحد. دونك من الوقت هذاك تو نرجعوا نحكيو ان شاء الله في كل ما هو جديد يخص كره القدم التونسيه. نقابلوا ان شاء الله في حلقه جديده.